بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. أنا معايا النهاردة حالتين أورام. واحدة أورام وسكر وضغط ومشاكل كتير، والأخت التانية أورام معاهم كروت المتبعة هيت للأورام. إزاي حضراتكم؟ تقولي إيه النهاردة وانت شايفة مصرنا جميلة وشايفة الرئيس رافع راية الشعب المصري وبيحب الشعب والشعب بيحب رئيسه. تقولي ايه مصر كلها بخير؟ ربنا يوفقه للخير ان شاء الله. احنا في سنة جديدة، تتمني ايه في السنة الجديدة؟ اتمنى ربنا يشفينا ويشفي الجميع يا رب، ويبقى لنا مكان نقعد فيه. على فكرة في خبر صار ليا وليكم وللناس كلها، اكتشفوا فعلا حاجة للأورام هتشفي الأورام نهائي، وهم شغالين عليها بقالهم فترة عشان المرض ده يخلى أصلا من الأمة زي ما الكبد. انا عامله عمليه، شايلين من ظهري ومستأصلين من الغدد الليمفاويه كلها من صدري كله، وشايلين من ظهري ومرقعين فيه، عاملين ترقيع، ومتشال من دراعي 21 عصب. طب يعني ما 21 عصب. بتقدريش تشتغلي في البيت ولا تقدري لا، تعملي حاجة؟ هو قال لي ايدك دي ما ينفعش اعمل فيها اي حاجه، يعني حتى الكانس والكلام من ده الدكتور محمد سعد في الاورام قال ممنوع ان انا حتى امسك المقشه ولا اوطي يعني. حبيبتي، يعني مش شايل هي يعني ايه 21 عصب الأورام يعني. بتيجي تدمر الجسم هي ده؟ لان كانت عندي في صدري، والدكتور شالها لي على اساس ان هي حميده، فلما ضرب المشرط راح انتشر بقى تحت بطني يعني هو التشخيص جه غلط في الأول، ايوه هو التشخيص شخصوا إن الدكتوره هي قالت حميدة وفجأة بعد ما عمل العملية وفتح طلع خبيث. ربنا يشفيك ورجعت وينجيكي. عملت عمليه تانية في الاورام، عملتها مرتين. حبيبتي، اللي عملها لي الدكتور عادل الدنيور، رئيس المركز، رئيس يعني مركز الاورام في المنصوره. اهتموا بيكي بعد كده لما حسسوا ان هم السبب في التشخيص الغلط الاولاني، فحبوا يعملوا شغل. فالحمد لله انت دلوقتي ما عامله العمليه عملتها مرتين، ما بس هما بتعمليش شالوا اي بقى من ظهري، شالوا عضله الكتف كلها كامله، عضله الكتف من يعني ورا كتفك كلها. كده منظر وخلاص. من ورا ما فيش اصلا، اللي هي العضله بتاعت الكتف متشاله كلها. نفسك في ايه في السنة الجديدة وانت والدنيا بساعات بتلخبط مع ناس كتير؟ نفسك في ايه؟ بس ربنا يرزقني مكان اقعد فيه يبقى خاص بيا لوحدي، لان انا تعبت من السكن. هو السكن فعلا قطع رقبة، لان انت كل شهر ربنا كل يعتبر شهر ما عنديش دخل معاكيش كمان، بتدفعي. يعني ما فيش دخل قد كده يعني، الحمد لله يعني، بفضل ربنا يعني. على فكرة انت ممكن تقدمي في اسكان، روح السيدة رئيسة مجلس المدينة وتقدمي في الاسكان وبورقك ده تقدري معايا كارت المتابعة ومعايا تقرير طبي للحالة. تقدري تحصلي على شقة، لان انت فعلا من المستحقين لشقة. وانت ايه يا استاذة؟ انا عامله 3 عمليات في صدري. وصوتك رايح. وليا لسه عملية اي قلب؟ في صدري تاني، بيشيلوا منه الغدد اللي هي المنفويه والاورام، يعني كل المشاكل دي كلها فيكي؟ وعنده غده وسكر وقلب وضغط. لا إله إلا الله، كل ده فيكي. الحمد لله. لا إله إلا الله. أنا بقول أعزائنا المشاهدين، الإنسان بيبقى ماشي وعشان هم أصلة ومش عايزين يظهروا، أنا ظهرتهم غصب عنهم عشان هم أصلة ومش راضيين يظهروا. الناس فيها مشاكل كتير، الناس مشاكلها عديدة. أنا بقول الناس ديت مفروض مجلس الشعب علاج غالي، ايوه علاج الأورام ده علاج بيكلف. غالي، ومفيش، ونروح المستشفى ما عادش في علاج. والإشاعات مع كانوا بيعملوها لنا الأول، ودلوقتي صعب إن احنا مثلا المقطعية بالصبغة احنا بندفع حقها، رنين احنا اللي بندفع. طب بتجيبوا الفلوس دي منين؟ والفلوس دي عبء عليكم. بنستلف من الناس، هو في ناس بقى بتطولك يعني ياخدوا في الشهر 50 60 حسب مقدرتك بقى، بتسديها على كام شهر على المدار بقى يعني، فاهمة؟ ان شاء الله ده حالتين من حالات المؤسسه دول جداد عليا، بس مش هيبقوا جداد، ده هيبقوا اخواتي وسندي، وباذن الله احنا معاهم في كل شيء. وبنقول يا رب يا رب ارفع رايه المسلمين عليه وانصرهم، وخلينا يا رب حد يسندنا ويساندنا ومعانا ويقف حماتي جنبنا. كمان قاعدة معايا، أنا انت ست قلت ان كبيرة. حماتك عندها 90 سنه، 90 سنة، ست كبيرة قاعدة معايا. بس هي قاعده معاكي بركه في البيت، الست الكبيره بركه هي قاعدة معايا. وربنا بيرزقك ومنك بتحبيها وبتعطفي الحمد عليها، لله. الحمد تحس ان لله. ربنا فعلا بيراضيك. الحمد لله. احنا بنقول الرضا والخير من عند الله،
وده المؤسسة. وأنا بقول لكم يا رب يا رب يا رب الخير. احنا هنسيب رقمي، ويا ريت يا ريت الناس كلها تتواصل معانا. وتحيا مصر أم الدنيا، والخير في مصر وفي أمة الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي أمتي ليوم الدين. سعدت بكم من خلال برنامج عين الحياة مع الإعلامية سهير يوسف، ونموذجين من بلقاس بنقول يا رب يا بلقاس يا أهلنا يا طيبين، ارعوا ربنا فينا وخلوا مصر تبقى بخير. احنا عندنا أعضاء مجلس الشعب بنشوفهم وخلاص، بنسمع عنهم وخلاص، بيجروا يصوروا ويعملوا حاجات لنفسهم وكأن أهل بلقاس ما همش موجودين. أنا دعوة مني والأهل بلقاس وأعضاء مجلس الشعب اتحركوا، خلوا بلقاس تبقى حلوة فعلا. كل لما نيجي نتكلم نقول عندنا عدو بنحبه، عدو عمل، عدو ساب، في عدو قعد 3 مرات وما عملش حاجة. احنا بنقول النهارده من خلال برنامجنا نفسنا الكل يقف جنب بعضه، وتبقى مصر بخير، مصر أم الدنيا. سعدت بكم من خلال برنامج عين الحياة مع الإعلامية سهير يوسف ونموذجين من أبطال المؤسسة.